بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه انا بقدم لكم حاجه خير ولوجه الله وجميله ومفيده ليكم يا جماعه. ده شارع الترعه وده شارع عبد السلام عارف. هنا هو صن مول. تمام، احنا بقى بنتكلم على المبنى اللي جنب صن مول ده. المبنى ده بقى اللي هو جنب صن مول اللي هو بيبص على شارع الترعه. يبقى احنا على عبد السلام عارف الرئيسي ماشي جنب صن مول، بنبص على حضانه النور والامل لرعايه المكفوفين. الحضانه دي فيها حضانه اطفال، تمام، وفيها حضانه للمكفوفين، ومبنى جميل جدا جدا جدا. هنبدا نتكلم عن تفاصيل المبنى. المبنى اهو يا جماعه بيبدا من هنا لهنا. ده مدخل البوابه بتاع الامن او الحاجات الخاصه، وده مدخل الجراج اللي فيه الاتوبيسات هتشوفيهم جوه. المبنى متكون من 6 ادوار، ادي دور، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5، ادي 6. تمام. المبنى الاولاني هنا في الاداره، والمبنى ده في حضانه الاطفال، وكمان كذا فصل حضانه الاطفال العاديين. تمام، والسعر بتاعها ممتاز جدا، وبيروح نسبه من الفلوس للمكفوفين. تمام. وده حوش الحضانه اللي بيعملوا فيه الاطفال طابور الصباح في الحضانه. وورا مبنى الاداره مبنى الاداري ومبنى المدرسين. معلش يا جماعه على الصوت في الشارع والدوشه، معلش انا بصور يعني في الشارع رئيسي وكبير. ادي المبنى وادي المبنى الثاني. تمام. هنا الحضانه وجنبيها الحته دي اللي فيها الشباك لفوق، دي مكان الالعاب بتاع الاطفال. هاخدكم على الجنب كمان واجيبها لكم عشان اوريكم مكتوب فيها ايه. تمام، هوريكم مكتوب فيها ايه. ادي المكان اهو، وادي شباك فصل الحضانه كبير والتهويه بتاعته كبيره، وهنا مكتوب حضانه النور. تمام. حضانه النور ضمن خطه المديريه. تمام. مديريه الشؤون الاجتماعيه الدقهليه جمعيه النور. يا جماعه الحضانه دي مترخصه، مش حضانه مش مترخصه. وادي كل حاجه عنها، وادي الارتفاع بتاعها 6 ادوار كاملين. التهويه بتاعتها ممتازه صحيه، بيتم فيها تعقيم المكان عشان الاطفال. انا بصور من بره وهبدا اقسم لكم المبنى حته حته عشان تعرفوه حته حته بالتفصيل. انا النهارده هقدم المكان بس، والحضانه وحضانه الاطفال الصغيرين كي جي 1 هنا. تمام، دي كلها حضانه اطفال كي جي 1. ودي مبنى اداره ومسجد بيعلموا فيه الاطفال، ومبنى اداره للمدرسين، ومبنى شؤون اداريه. تمام. وزائد كل ده فيه اسانسير للدور الثاني. تمام. حضانه للكبار، دي بقى الدور الثاني ده كله حضانه كبار. تمام، اللي هو كي جي 2. وبعد كده الدور الثالث ده للمكفوفين، وفي قسم للتريكو وقسم للطباعه. هنا بقى اللي هتكلم عليه النهارده مركز طباعه. وبعد كده في سكن طالبات مغتربات، تمام، باسعار مميزه وحاجات كلها بتدعم المكفوفين. والسعر يا جماعه مميز، والحاجه عندهم هنا كلها مميزه. يا جماعه انا عرضت الموضوع ده ليكم عشان حاجه واحده بس، ان المكان ده بيعملوا خير للمكفوفين، بيقفوا معاهم. وانا بقول مش تطلع من جيبك حاجه، لا، تعال شوف بنفسك، تعال خد فكره، تعال غير جو وبص وشوف المكان. هتلاقي نفسك في قرارة نفسك عايز تعمل حاجة لطفل كفيف، عايز تطبع. النهاردة أنا جاي أقدم حاجة، خطوة أنا بعملها وبتمنى منكم أنتوا كمان تعملوها. الخطوة دي ألا وهي مركز الطباعة اللي في الدور الثالث ده. مركز الطباعة ده ممكن أنت عندك أي كتاب قرآن، آية قرآنية، شوية حروف ألف ب ت، عايز تتبرع أو تتصدق بيهم لله لطفل مكفوف. عندهم هنا طباعة مش بس كتب وأبحاث علمية ومركز طباعة كامل، لا، ده في عندهم كمان طريقة طباعة برايل اللي بيحول لك الكتب لبرايل للأعمى يقدر يقرأ منها ويسعد جدا. انتوا ما تعرفوش مدى السعادة اللي بيكون فيها الطفل الأعمى لما بيحط إيده على ورقة فيها خرام بنظام برايل ويحس بالحروف وينطقها ويقرأ كلام هو ما كانش يتخيل في يوم من الأيام إنه يقراه. مش غير ده، خلاف بقى المدرسات اللي بيراعوا الطفل من الأعمى المكفوف ذوي الاحتياجات الخاصة، وبيقفوا جنبه عشان يملك تالت كارنيه الخدمات المتكاملة، وبيقفوا جنبه عشان يتعلم ويبقى له حاجة في الدنيا. ربنا ما يجعل حد فينا يمر بأزمة زي دي، ويشفي كل مريض يا رب. بس دي طبعا باب من أبواب الخير، اللي أنا مش بقول لك طلع فلوس أو بقول لحي حد طلع فلوس، لا، بقول لك تعالى حس بنعم ربنا عليك لما تشوف حد ما عندوش النعم اللي أنت فيها. ربنا يكرمكم
انا مش هتكلم كلام ديني، انا هتكلم النهارده على مركز الطباعه اللي في الدور الثالث ده، اللي انا بطبع عنده ورق النهارده. هوريكم الاسعار والامكانيات والمركز والطباعه، ويوم تاني هعمل لكم مشغل التريكو والحاجات اللي بيعملوها الجميله جدا، واليوم الثالث هعمل لكم الحضانه، ويوم الرابع هعمل لكم سكن الطالبات، ويوم الخامس هعمل لكم حضانه الاطفال المكفوفين، ويوم السادس هعمله لكم المبنى الالعاب اللي فوق، صاله العاب كامله للاطفال بجيم بكل حاجه للاطفال، يعني فيها العاب ورياضيه لتقويه عضلات الاطفال من جمباز وغيره. وان شاء الله هتشوفوا معايا مجموعه حلقات عن حضانه النور والامل للمكفوفين هتعجبكم جدا. الحلقات دي انا عاملها مش عشان بس تيجوا لاولادكم اشتراك في الحضانه، مش عشان تيجي ترعوا تشوفوا اطفال مكفوفين وتقفوا جنبهم، مش عشان بس تحبوا الخير، مش عشان بس سكن الطالبات للي محتاج طالبات مغتربات في مكان محترم، مش محتاج بس اداره انتوا اللي هتشوفوا وتحكموا. انا مش هحكم انا واقول اداره ممتازه، لا، تعالى بنفسك شوف واحكم. اي حد عايز يحكم قبل ما تفكر تعمل اي حاجه احكم باللي هتشوفه عينيك واللي هتقوله انت، واستنى تعليقاتكم. ونبدا دلوقتي تصوير الجزء الثاني من الفيديو، وهي مركز الطباعه، ويوم تاني هعمل لكم مشغل التريكو وكل حاجه. معلش ان كنت طولت عليكم، ما تنسونيش بالاشتراك واللايك، وربنا يوفقنا جميعا في فعل الخير، ونشوف حته حته عن الحضانه الجميله دي. تمام.